لو كان هنالك من شخص يستحق المساءلة على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن فهو الفريق البرهان وليس حميدتي. لأن الفريق البرهان نمرة واحد استثنى حميدتي من التبعية للقوات المسلحة في أمر التحرك والتسليح وهكذا والتجنيد. هذه القوات قبيل مجيء البرهان لم تتعدى 20 أو 21 ألف. بعد مجيء البرهان في 4 سنوات بعد 2019 هذه القوات صارت قرابة 100 ألف. 100 ألف. أبعد البرهان الجيش من مسألة تحديد هذه القوات عددها، ثم أبعد الجيش من مسألة التسليح. الآن الجيش كان عنده سقوفات بحكم القانون الذي أصدره لهذه الميليشيا، سقوفات لتسليحها. البرهان منحهم إذنا مفتوحا، فصار لديهم شبكات للتنصت على الاتصالات، صارت لديهم مدرعات، صارت لديهم بدوا يفكرون في امتلاك الدرونز، بدوا يفكرون في امتلاك المطارات. البرهان ظلت تأتيه تقارير الاستخبارات بأن حميدتي يدفع بقوات كثيرة جدا للخرطوم، وكان يتجاهل هذه التقارير. البرهان متآمر مع حميدتي في هذا المشروع، ما عندي في ذلك شك، لأنه ساند هذا الرجل في كل هذه الأخطاء. ارتكب الخطأ الاستراتيجي الأول بإبعاده من الجيش في مسألة التسليح والتجنيد، ثم ارتكب الخطأ الاستراتيجي القوة الوازنة اللي كانت موجودة في الخرطوم والتي تكافئ قوات حميدتي من ناحية السرعة، هي تسمى قوات هيئة العمليات. قام البرهان بحل هذه القوات وسرح قرابة 13 ألف جندي أرسلهم إلى بيوتهم. هذه القوة كانت كفيلة بحد طموحات حميدتي. ثم ارتكب الخطأ الاستراتيجي الثالث، منح حميدتي منصبا لا وجود له في الوثيقة الدستورية، منصب نائب رئيس مجلس السيادة. بحكم هذا المنصب استطاع حميدتي أن يتاجر في الذهب بشكل أوسع، أن ينشئ علاقات خارجية، أن يجند للدعم السريع داخل الأجهزة نفسها. ثم الخطأ الرابع أنه بضغط من حميدتي أقال البرهان كبار جنرالات الجيش الذين كانت لديهم موقف من حميدتي. البرهان عندما استجاب وأقال هؤلاء الضباط كان لديهم حتى تسجيلات تعترض على هذا التواطؤ بين قائد الجيش وبين حميدتي أو هذا التحالف بحكم استثمار البندقية لصالح الوجود. يعني البرهان لم يكن ذكيا بالقدر الكافي. أنا رجل بكل هذا الطموح وكل هذه الإمكانيات، ما الذي يمنعه أن يجلس في هذا الكرسي؟ لماذا تجلس أنت في الكرسي ولا أجلس أنا؟ البرهان تجاهل كل هذه التقارير حتى هاجمه حميدتي داخل منزله. مات في الدفاع عن البرهان في هذه العملية في اليوم الأول يوم 15 قرابة 35 جندي وضابط من حرسه الرئاسي. لم يستطع أن يدفنهم في المقابر، دفنوا داخل القيادة العامة، دفنوا المقابر هؤلاء الضباط والجنود الآن داخل حرم القيادة العامة. وبالتالي تواطؤ البرهان مع هذا المشروع هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة. ولو كان هنالك من وجه حقيقي للمساءلة لكانت المساءلة تطال البرهان قبل حميدتي.